فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك، ما غوى وعصاك رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هداك، رباه قلب تائب ناجاك، رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك، يلا اتوضى وتعال اركع ركعتين، والله العظيم والله لو صدقت لذهب همك وزال غمك، وحول الله قلقك إلى أمن، وحزنك إلى سعادة، وفقرك إلى غنى، بس اصدق مع الله جل جلاله، تعال بصدق والله العظيم سيطهرك الله من كل معصية ومن كل ذنب، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. صلة. طب اسمع شوف الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه، قل أرأيتم، والحديث في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ يعني ايه؟ مش فاهمين الكلام ده يا رسول الله. قدامك على باب البيت ترعة نهر، لا نهر، النبي قال نهر جميل جاري عذب حلو، كل يوم تنزل تغتسل فيه 5 مرات، ممكن يبقى على جسدك شيء من القذارة أو النجاسة؟ مستحيل. قالوا لا يا رسول الله، قال فذلك مثل الصلوات ال5 يمحو الله بهن الخطايا. الله تعوز ايه تاني؟ تحترقون الحديث في سنده ضعف من باب الأمانة العلمية، تحترقون حتى إذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون يعني بالمعاصي والذنوب، نظرة كلمة، الإنسان يضعف، ما الصلاة عبد، أنا بشر، الرب رب والعبد عبد، تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم شيء حتى تستيقظوا. خليك مع ربنا، خليك مع الصلاة، اوعى تسيب الصلاة بعد رمضان، يا رب رمضان هو رب شعبان، هو رب شوال، هو الحي القيوم الذي لا ينام ولا يموت. لا تكن رمضانيا أيها الحبيب، لا كن ربانيا مع الله جل وعلا، فوق أي أرض أنت وأي زمان كنت. الصلة اوعى تسيب الحبل ده، اوعى تترك الصلة دي، هتضيع والله هتضيع في الدنيا والآخرة. يا الله، أولا أدلكم، ده مين اللي هيدلنا؟ حبيب، في حد غير الحبيب؟ والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، أولا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ يا الله، على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره. يعني ايه إسباغ الوضوء على أعضاء الوضوء، أو إسباغ الوضوء وأنت كاره لأن المية برد ولأن الجو برد، المعنيان واردان. إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. لا، خد الرواية دي كمان جميلة قوي، حلوة قوي، في الصحيحين من حديث أبي هريرة. شوف سيدنا النبي بيقول ايه، قل من تطهر في بيته، اتوضى يلا بسرعة في البيت،
وتعهد ربك من الليلة دي كده على صلاة الفجر في جماعة. اوعى فجر اول يوم في شوال تسيبه، ما انت كنت امبارح في المسجد. اوعى. قال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته توضأ ثم مضى الى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، خلي بالك، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. طب يا عم الشيخ ده أنا رايح بعربية، كل لفة كاوتش يا سيدي ما تزعلش، ما هي دي خطوة برضه، ما هي دي خطوة. من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة، يعني ربنا سبحانه وتعالى يكفر عنك خطيئة، والأخرى يرفعك الله بها درجة. ورواية البخاري سيدنا النبي يقول لك إيه: ولم يزل في مصلاه، ولم يزل في مصلاه تصلي الملائكة عليه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر. دعوة الملك ما تردش أبدا، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ولا يزال كذلك ما لم ينتقض وضوءه. طول ما انت جالس في المسجد ولا زلت على وضوءك وجالس في ذكر الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له. طب خد كمان رواية عشان اعدي على بقية الموضوع، لان الموضوع جميل قوي، وما بتحدث عن الصلاة يعني ما بعرفش احش نفسي، لان اصل الصلاة صلة، وكثير من احبابنا واخواننا مفرطين في هذه الصلة. ينفع ربنا يبقى مغرقك في النعيم اللي انت فيه ده وما تصليش؟ ينفع يا اختي؟ ينفع تبقى جالس تتفرج على الفيلم وعلى المباراة وعلى المسلسل وتسمع الأذان وتقول: لا أنا خايف يجي جون، أو لما المسلسل ينتهي قم بسرعة بسرعة؟ ينفع نبني هذه العمارات الضخمة والجامعات الفخمة وما يبقاش في أول البوابة جامع كبير يلتقي فيه المدرسون بالطلاب؟ ينفع نبني هذه المصانع الضخمة الفخمة وما نعملش فيها مساجد عشان العمال يطلعوا مع رئيس مجلس الإدارة يصلون للملك الحق؟ ينفع نحط جداول الامتحانات ولا نراعي أوقات الصلوات؟ ينفع؟ والله ما ينفع، والله ما خطبك أيها الحبيب يا أستاذ الفاضل، أيها المسؤول، يا من من الله عليك بهذه الأمانة، بأمانة التوجيه والتربية لعقول وقلوب أولادنا. والله العظيم بخطبك بقلبي، والله بقلبي، لأني والله بحبك وخايف عليك. هتسأل بين يدي الملك جل وعلا: ازاي تحط جدول الامتحانات ولا تراعي أوقات الصلوات؟ ازاي؟ والله العظيم جريمة، أقسم بالله كبيرة يا أخوانا. الصلاة أول ركن من أركان الدين بعد التوحيد. خلاص أنت قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، ترجم بقى، ترجم حقيقة هذا المعتقد الذي ردده لسانك. أول ترجمة: الله أكبر، الله أكبر، أكبر من الكلية والجامعة والوزارة والتجارة والزوجة والأولاد والأموال، أكبر من كل شيء. خلاص أنفض كل ما في يدي وأذهب إلى الملك الحق لأطرح قلبي قبل جسدي. لو سجد القلب، البدن بيسجد بس القلب فين؟ القلب فين يا أخوان؟ اسمع العبارة دي وحشة: القلوب جوالة. أقسم بالله ممكن جسدك يبقى ساجد والقلب ما هو معاه، خلي بالك، بدليل انك بتخلص الصلاة ما انتش عارف، ما اناش عارف انا قرأت الفاتحة وانا جالس ولا قرأت التشهد وانا واقف، ما اعرفش كام ركعة، فممكن القلب ما يبقاش معاك خالص. القلوب تحفظ الكلمتين دول حلوين قوي. ومن بركة العلم أن أنسب العلم لأهله، فهذا من نفيس كلام شيخي وحبيب ابن القيم رحمه الله: القلوب جوالة. اسمع دي عالية قوي: إما أن تجول حول السماء وإما أن تجول حول الخلاء. قلبك فين؟ معلق بالعرش في السماء ولا أعزك الله لسه في دورة المية؟ الله يعزك ويرفع قدرك ويحيي قلبي وقلبك. انت فين ايها الحبيب؟ لا خد كمان ترمومتر تاني معاك اهو الليلة دي. اول ما تروح السرير وتنام معلش استنى شو لحظة واحدة، فتش عن القلب. انت نايم على السرير: ايه يا عم الشيخ محمد قلبي معايا؟ لا والله، بس فتش عليه، دور عليه. قلبك هيبات فين؟ في جسمك؟ لا ممكن يبات في الجسم، ممكن يبات في حتة تانية. خلي بالك: إذا آويت إلى فراشك فانظر
أين يبيت قلبك؟ وإن استيقظت من نومك فانظر إلى أين يطير قلبك. أما تنام قلبك هيبيت فيه معلق بإيه؟ بالآخرة. خايف من الموت، خايف من المظلمة اللي انت ارتكبتها النهاردة، ولا ما انتش فاكر حاجة؟ ما انتش واخد بالك من حاجة؟ وأول ما تصحى منشغل بإيه؟ بالوضوء، أو صلي الفجر. يا خبر أبدا ما صليتش إلا لازم قيم الليل، ده الفجر هيأذن، ولا القضية مش قلبك هيبيت فيه. وفاقتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع إلى الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.